تحديها وما زال التحدي الآن. لذلك كثير من الأسئلة ربما لم يجد لها إجابات، سواء بسبب عدم وجود وسائل قاطعة في بعض المسائل أو بسبب الاختلافات في تفسير الكثير من الرؤى والأحداث التي وقعت في ذلك الوقت حسب اختلاف من فسر هذه الوثائق ومن نظر إليها، وقد نظر إليها الكثير من نظرات خاصة ومن زوايا ضيقة. ستحاول هذه المداخلة أن تعطي صورة كاملة عن نشاط جمعية علماء المسلمين الجزائر، يعني من المستحيل أن تتم في محاضرة واحدة بنشاط هذه الجمعية التي فيها عشرات الكتب وكتبت فيها أيضا عشرات المقالات. فقط أريد أن أقول في البداية أن الحديث عن جمعية علماء المسلمين الجزائريين هو في الحقيقة حديث عن الإصلاح في الجزائر أثناء الاحتلال الآن. والإصلاح كما يعتقد لم يبدأ مع جمعية علماء المسلمين الجزائريين التي تأسست في سنة 1931، ولكنه بدأ مع بداية القرن العشرين، وقد توفرت ظروف كثيرة في الجزائر ساعدت على ظهور هذا الإصلاح. وحتى نمهد لجمعية علماء المسلمين لا بد أن نذكر هذه الظروف ونذكر بعض أسماء المصلحين الذين بلغوا في هذه الفترة من تقريبا من بداية القرن 1900 إلى 1931. من الظروف التي جعلت الإصلاح يظهر في الجزائر هو أن الجزائر في بداية القرن العشرين بدأت تخرج من عزلتها، فقد ضيق الاستعمار الفرنسي على الجزائر خاصة بعد القضاء على المقاومات الشعبية، وكان يدعي الاستعمار أنه مع نهاية القرن التاسع عشر أنه قد أخضع الشعب الجزائري، يعني يسمي هذه العملية لاقاطة التهدئة، وأنه قد هدأ الشعب الجزائري بعدما قضى على كل المقاومات الشعبية. لكن مع بداية القرن العشرين بدأت رياح التغيير تحب على الجزائر، والتغيير لا يكون دائما قطعيا، لا بد أن يكون بالتدرج، وهذا التدرج الذي سيستمر مع سنة 1930 بدأت رياح تهب على الجزائر مع بداية القرن العشرين. وأسباب هذا الخروج من العزلة كثيرة، منها أن الجزائريين بدأوا يتصلون بالمشرق الأعلى، وكان هذا الاتصال عن طريق الصحف التي بدأت تجد إلى الجزائر، وكان الإصلاح في المشرق العربي قد سبق الإصلاح في الجزائر. ظهرت صحيفة عروة الوثقى للجنوب الإفغاني، صحيفة منار بركيب ريغا، وصحيفة اللواء المفضل في مصر وغيرها من الجرائد التي بدأت تجد إلى الجزائر، وبدأت تنور الجزائريين حول مسائل الأمة ومسائل الإصلاح. أيضا في بداية القرن العشرين ظهرت الجزائر ظاهرة حتى هي استرعت انتباه الفرنسيين، وهي ظاهرة الهجرة. هاجر الكثير من الجزائريين في بداية القرن، بداية سنة 1908 1909 1910 1911 كانت هجرة 1930 كان ظاهرة أثارت السلطات الفرنسية حتى أنها بعثت لجان تحقق في أسباب هذه الهجرة. والحقيقة أن هذه الهجرة كانت كرد فعل على التجنيد الإجباري الذي سن سنة 1912، لكن الحديث عنه كان من سنة 1907. والهجرة كانت من قسنطينة، من بورتغاليز، من الصيف، ثم من تلمسان. وهؤلاء الذين هاجروا كان هناك تواصل بينهم وبين حاكمتهم، وأصبحوا يعلمون ويخبرون عائلاتهم ما يجري في المشرق العربي من نهضة، خاصة بالنسبة للطبقات المتعلمة. وهذا كان نوع من التواصل ومن نوع التواصل الذي بدأ يخرج الجزائر من عزلته. أيضا في بداية القرن زار محمد عبده الجزائر سنة 1903، زار الجزائر وزار قسنطينة، وكان لهذه الزيارة أثر كبير في تنوير الطبقة المتعلمة بضرورة الإصلاح في الجزائر. البعض يذكر أيضا سبب
نار في هذه الفترة في الجزائر، وكان نوعا ما مهتم بالآثار الإسلامية والعمارة الإسلامية والتكاليف الإسلامية، فحاول تقرب من المثقفين وحاول أن يحيي هذه الآثار، وهو ما خلق جوا نوعا ما ساعد على ظهور شخصيات مكنها تولي هذا الحاكم من القيام بنشر الصحف وإحياء التراث الإسلامي. أيضا الأحوال التي كانت تعيشها الجزائر في ذلك الوقت، خاصة في ميدان التعليم، كان التعليم في الجزائر أثناء العهد الفرنسي متدهورا، وهو ما جعل الكثير من زعماء الإصلاح يتنبهون إلى هذه النقطة، ضرورة إصلاح التعليم في الجزائر وخاصة التعليم باللغة العربية، ورأوا أن الأمة الجاهلة لا يمكن أن تبدأ الإصلاح، والإصلاح لابد أن يبدأ بإزالة الجهل عن هذه الأمة. أيضا الأحوال الدينية كانت سيئة جدا، وقد ظهرت البدع والخرافات، ودخلت فوائد كثيرة في الدين الإسلامي، وحتى الطرق التي كانت تواجه هذه العملية التي تكفلت بها البعثات التبشيرية مع أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تخلت عن هذه المدن، وكثير منها أصبحت مصالحها مع مصالح الاستعمار الفرنسي. ويعيد كثير من الباحثين على أن الطرق التي ساعدت في مقاومة الاستعمار الفرنسي وكان إلى جانب كثير من المقاومة الشعبية أنها بعد ذلك أصبحت لا تؤدي الدور المنوط بها ولو في الدور الديني والتعليمي، ولكنها أصبحت تبحث عن مصالحها الخاصة. لكن هذا الأمر فيه الكثير من الحيثيات، لأن كما قلنا فرنسا أخضعت كل الشعب الجزائري، وأصبح كل الشعب الجزائري مستكينا وخاضعا ولو مؤقتا في هذه الفترة. الشعب الجزائري وليست الزوايا فقط. لعب التبشير في هذه الفترة دورا كبيرا في إدخال هذه الانحرافات في سلوكات المجتمع الجزائري المسلم. وإن كان التبشير قد بدأ منذ خمسينات القرن الرسمية أو قبل ذلك، وإن كان الحملة الفرنسية في حد ذاتها معها كثير من المبشرين، لكن بدأت السياسة في الخمسينات واستمر إلى مطلع القرن العشرين. في سنة 1905 فرنسا أصبحت دولة علمانية وفصلت الدين عن الدولة، وأصبح التبشير موجودا ومتواصلا، لكنه لم يصبح سياسة فرنسية باعتبار أن فرنسا أصبحت دولة علمانية وفصل الدين عن الدولة. بقي فقط الدين أو الدولة فرنسا تصرف على الدين الإسلامي، لكنها فصلت الدين المسيحي والدين اليهودي عن شؤون الدولة الفرنسية. وهذا ما ظل علماء الإسلام قالوا به ضرورة فصل الدين عن الدولة، الدين الإسلامي. وإن فشل التبشير في تنصير الجزائريين، لكنه نجح في إدخال الكثير من الخرافات والبدع في الدين الإسلامي. والبعض يرى أن التبشير كان هدفه بعد أن يئس من تنصير الجزائريين هو تحريف العقيدة والسلوكات المسلمة، وقد نجح في كثير من هذه الأمور وأدخل الكثير من الشوائب في الدين الإسلامي. لذلك سينبغي المصلحون لتقويم هذا الجانب في المجتمع الجزائري الديني أو الاجتماعي. بعد الحرب العالمية الأولى، حتى الحرب العالمية هي ظرف ساعد الجزائريين على التنبه، لأن كثير منهم ذهب إلى جبهة القتال وذهب إلى مصانع فرنسا واحتك بالشعوب وبالأمم الأخرى، ورأوا أن الشعب الجزائري مقموع ومضطهد في بلاده، في حين سمعوا من شعوب أخرى أنهم يتمتعون بحرية وشعوب
شعوب متطورة ومتقدمة عكس ما كان عليه المجتمع الجزائري. وهذه التأثيرات الحرب العالمية الأولى رغم أنها كانت كارثية سلبية على المجتمع الجزائري لكنها في الحقيقة من نواحي أخرى كانت إيجابية. فقد ظهر الأمير خالد في هذه الفترة وقدم بعض المطالب الإصلاحية. تأسس مباشرة أيضا مجلس شمال أفريقيا سنة 1926. تأسست بعض النوادي في هذه الفترة، وكان الجو هذا السياسي الذي ظهر يطالب ببعض الإصلاحات السياسية والاقتصادية للجزائريين، ولو كانت إصلاحات دائما في الإطار الفرنسي، لكنها شجعت المصلحين على أن يدخلوا أكثر إلى ميدان الإصلاح. الحقيقة أن الإصلاح كما قلت لا يبدأ مع جمعية علماء الجزائريين، ولكنه كان بجهود فردية قبل هذه الفترة، قبل هذا التاريخ. وقد ظهرت صحف كثيرة انبرت للإصلاح ولمحاولة تقويم سلوكات الجزائريين والدين الإسلامي. نذكر منها مثلا صحيفة عمر راسل، صحيفة الجزائر سنة 1908، صحيفة الإسلام لصالح الجامعة سنة 1912، صحيفة فاروق لعمر بن سنة 1913. ثم بعد الحرب العالمية الأولى ظهرت كثير من الصحف. محمد سعيد الزاهري كان من علماء الإصلاح وهو موجود في القاهرة، أيضا أسس جريدة الجزائر سنة 1925. طيب العقبي أيضا أسس جريدة الإصلاح سنة 1927. ابن باديس أيضا أسس جريدة المنتدى سنة 1925، ولما توقفت أسس مكانها جريدة شهاب، ثم أصبحت جريدة شهاب عندما أصبحت مشاهدة. أيضا ظهر شخصيات كبيرة قامت بالإصلاح في هذه الفترة، منهم عبد القادر المرجاوي الذي توفي سنة 1914، محمد بن مصطفى خوجة الذي توفي سنة 1919، عبد القاسم الحفناوي أيضا توفي سنة 1942، عبد الحليم بن سماية أيضا كان من، ويقال أنه رافق محمد عبد الوهاب ما جاء في زيارته إلى الجزائر. هؤلاء بدأوا الإصلاح منذ بداية القرن التاسع عشر، حتى قبل تأسيس جمعية علماء المسلمين الجزائريين. حتى عبد الحميد بن باديس الذي يعتبر مؤسس الجمعية بدأ الإصلاح من سنة 1913 عندما عاد إلى الجزائر وبدأ إصدار قسنطينة كبير المجامع الأخضر. ثم أيضا بعد الحرب العالمية الأولى رجع طيب العقبي، رجع البشير الإبراهيمي، وتولوا عملية الإصلاح. لكن هذه الجهود الفردية وهذا الإصلاح الفردي أو الفرداني لم يكن مثمرا. ورأى علماء الإصلاح على رأس عبد الحميد بن باديس أن يتجمع العلماء في هيئة أو في جمعية حتى يوحدوا جهودهم ويقوموا بالإصلاح في إطار أوسع وفي إطار منظم حتى يؤتي هذا الإصلاح حكما. يعني هذا الإصلاح هو مشروع وليس ضرب، والمشروع كان يمس كل جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية والدينية وضمنيا حتى السياسية. لذلك رأى عبد الحميد بن باديس وجماعته أن تؤسس جمعية أو هيكل يقوم بهذا الدور. وبدأت الجهود تقريبا منذ أن نشر عبد الحميد بن باديس المنتقد، بدأ يوجه رسائل عبر هذه الجريدة إلى ضرورة توحيد العلماء من أجل القيام بالإصلاح في إطار منظم وفي إطار جمعي. تأسيس نادي الترقي كان له دور كبير الذي تأسس سنة 1927 في الإسراع بتأسيس جمعية علماء المسلمين الجزائريين. وهذا النادي العظيم الذي أسس في العاصمة في هذه الفترة 27 جمع العديد من الشخصيات وكان مقرا لكثير من النشاطات والاحتفالات والمواسم. وبدأ صيته يزداد خاصة بعد أن أصبح يستضيف علماء
الذين بعد ذلك اصبحوا علماء جمعية علماء المسلمين كالاختيار المبادئ سنة 22 وألقى فيه محاضرة، وأصبح طيب العقل الشيخ طيب العقل رحمه الله عضوا محاضرا دائما بهذا النهج، ومنه بدأ التحضير بإنشاء جمعية علماء المسلمين الجزائرية. يقول بشير إبراهيمي أن قضية إنشاء الجمعية تعود ليس إلى سنة 1931 أو 25 عندما بدأ يشير إلى المبادئ، لكنها تعود إلى سنة 1913 عندما ذهب الحبيب بن باديس في الحج، وكان بشير إبراهيم يدرس في المدينة المنورة، والتقيا هناك لمدة 3 أشهر. كانت هذه اللقاءات هي التي بدأ فيها التشاور حول إنشاء جمعية تضم علماء الإصلاح حتى تقوم بهذا العمل الإصلاح في الجزائر. المهم أن بعض الشخصيات كما ذكر المقدم وجهت دعوات إلى كل علماء الجزائر بدون استثناء من أجل عقد اجتماع تأسيسي لجمعية تضم كل علماء الجزائر من أجل التكفل بقضايا الإصلاح المفتوح. ودعي لهذا الاجتماع علماء الإصلاح وعلماء الطرق الصوفية والموظفون الرسميون في السلك الديني الذين كانوا يعملون في الإدارة، ليس في الإدارة لكن وظيفتهم في الإدارة الاستعمارية لتسيير الهياكل الدينية من مساجد ومدارس وغيره والقضاء بينهم. واجتمعوا في 5 مايو 1931 بنادي الثاني. وفي الجلسة الافتتاحية التي ترأسها الدواوي وكان كاتبها الأمين العمودي، تم الإعلان عن تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. وفي اليوم الثالث انتخب عبد الحميد البوباديس رئيسا لهذه الجمعية، انتخب غيابيا كما جاء في التقديم. والحديث عن انتخابه غيابيا يعني ايضا كثر الحديث حوله. هل كان تكتيكا من الجمعية؟ هل كان متعمدا ام ان عبد الحميد البوباديس لم يكن يرغب في تولي رئاسة جمعية علماء المسلمين الجزائريين؟ بعض الكتابات تقول انه لم يكن يرغب لانه جرب الاصلاح من سنه 1913 وكان يعرف رد فعل السلطات لذلك حاول تجنب ان يكون في الواجهه. والبعض الاخر يفسر على ان هذا كان تكتيك من جمعيه علماء المسلمين لا يظهر محمد بن باديس باعتباره كان في واجهه علماء الاصلاح حتى تمنح السلطات الفرنسيه الترخيص لانشاء هذه الجمعيه. وربما هذا الذي يرجح لان هذا كان تخصيص علماء الاصلاح. ايضا دعوه كل العلماء الجزائر ايضا كان هذا يدخل في هذا التخصيص لانشاء هذه الجمعيه، لان دعوه علماء الطب والموظفين لم يكن يخدم كثيرا علماء الاصلاح، لكن وجهت هذه الدعوه لكل هؤلاء حتى يجتمع كل علماء الجزائريين وتبعد الشبهات نوعا ما عن هذا التجمع وعن هذه الجمعيه. وهذا صار العسل بين علماء الاصلاح وعلماء الطب والموظفين الرسميين لم يدوم اكثر من عام كما سنرى بعد ذلك. المهم ان الجمعيه اسست في 5 مايو 1931 وكان رئيسها ابن باديس والنائب بشير الإبراهيمي والكاتب الأمين العمودي ومعاونه الطيب العقبي وأمين المال مبارك الدين. وضمت أيضا مكتب
لم يتولوا المناصب الحساسة التي سيطر عليها علماء الإصلاح. جاء في قانونها الأساسي كما قال المتدخل أنها الجمعية الدينية لا تتدخل في أمور الدين، وأكد عن المدرس على هذه النقطة. وأيضا جاء فيها أنها جاءت لتحارب الآفات الاجتماعية كالخمر والميسر والبطالة والجهل وكل ما يحرمه الشرع وما تحرمه القوانين السائدة لنا، وبالتالي فهي جمعية إصلاحية دينية. قانونها الأساسي أيضا يعني استغرب كثير من الباحثين أن اليوم الأول تمت مسابقة عن القانون الأساسي، وهذا أيضا يثير كثير من التساؤلات. القانون الأساسي للجمعية لابد يصوت عليه اليوم الأول، لابد أنه أعد مسبقا. ويقول البشير إبراهيمي أن هذا القانون مسودة، هذا القانون كان موجود عنده وهو الذي أعده بناء على المشاورات التي جرت بينه وبين ابن بطيس منذ أن كان في مدينة المنورة. بالتالي كانت قضية المسودة جاهزة، تم مناقشتها وتم التصويت على القانون الأساسي لجمعية علماء المسلمين الجزائريين. أيضا تعددت، وشيء مهم هذا هو المهم، أن نشاطات الجمعية تعددت ولم تكن جمعية دينية فقط، اهتمت بكل شؤون المجتمع الجزائري، وهذا الذي ربما جعل الجمعيات تعرض لكثير من الانتقادات والكثير من التأويلات قد لا تكون صحيحة في كثير من الأحيان. وأبرز نشاط قامت به جمعية علماء المسلمين الجزائريين هو النشاط التعليمي. والمقولة الأساسية في هذا المجال التي قالها البشير الإبراهيمي قال إن الأمة التي لا تبني المدارس كلنا لها سجون، ولذلك ركزت الجمعية على بناء المدارس وعلى تعليم الجزائر كبارا وصغارا وإناثا، وهذا من أجل القضاء على الجهل وعلى الأمية ومنها قضاء الخرافات وعلى الشعوذة وعلى البدع. وكان يرد البديل أن الأمة الجاهلة لا يمكن أن تتقدم ولا يمكن أن تعي مصالحها ولا يمكن أن تواجه السلطات الفرنسية. لذلك أيضا ارتكز التعليم على تعليم اللغة العربية وعلى القرآن الكريم، تحفيظ القرآن الكريم، وتعليم التاريخ الإسلامي والتاريخ الجزائري. وجهود علماء المسلمين في علماء الإصلاح في التاريخ الجزائري كانوا هم المبادرين أثناء الاستعمار الفرنسي في هذه القضية. مبارك الميري ألف كتاب تاريخ الجزائر القديم الحديث في الجزء الأول قبل تأسيس الجمعية سنة 1928. الجزء الثاني أسسه أثناء تأسيس الجمعية. أيضا توفيق المدني سنة 1932 ألف كتاب تاريخ الجزائر، وكان هذا بدعوة من علماء الإصلاح وجمعية علماء المسلمين الجزائريين، ولم يكن تاريخا أكاديميا على الحقيقة والقواعد، لكن كان الأساس منه تعريف الجزائريين بتاريخهم الوطني منذ القدم وحتى ذلك الوقت. لذلك الآن عندما نعتمد عليه أكاديميا فيه ما يقال، لكن كان عنده هدف خاص وهو ضرورة إحياء كيان الأمة الجزائرية التي حاولت فرنسا طمسها بكل الوسائل. وفي سنة 1930 يعني حتى نعود إلى الوراء احتفلت فرنسا بمئوية الاستيلاء على الجزائر. كان هذه الاحتفالات صاخبة، بعض يقول أنها دامت 6 أشهر، وبعض الكتابات تقول أنها بدأت من سنة 1927 تيمنا بالحصار الفرنسي الذي بدأ من سنة 1827 وأنها دامت 3 سنوات. ورغم أن فرنسا كانت تعيش أزمة اقتصادية عالمية سنة 1929 إلا أنها بلد وسرقت كثير من الأموال من أجل إظهار سيطرتها على الشعب الجزائري. ومظاهر الاحتفال استفزت كثير من الجزائر. بالتالي هذا الاستعمار لم يكن استعمارا عسكريا فقط واقتصاديا، ولكن كان
استعمار ثقافي حاول أن يجسد هذه الأمة ويجعل الجزائر فرنسية. وكان الحديث عن الجزائر الجزائرية ضرب من الخيال وضرب من الجنون، لأن فرنسا منذ سنة 1848 اعتبرت الجزائر مقاطعة فرنسية، وأصبحت ولايات مثل هذه الولايات الفرنسية ويطبق عليها القانون الفرنسي. لذلك محاولة إحياء الكيان الجزائري كان عملا كبيرا ولم يكن عملا يسيرا. المدارس، فيما يخص المدارس أسست الجمعية الكثير من المدارس، والمدارس كان فيها الكثير أو المكاتب التي كان يدرس فيها يحفظ فيها القرآن الكريم، لكنها كانت مدارس خاضعة لرخص من السلطة الفرنسية وفق معايير معينة. وأسست الجمعية في هذا الإطار كثير من المدارس. فرنسا تعتبر الإحصائيات أنه سنة 1934 كان هناك 55 مدرسة تابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وفي 36 أصبحت 130 مدرسة. في سنة 1939 كان هناك 350 مدرسة. البعض يقول أن هذه الإحصائيات نوعا ما مبالغ فيها في هذه الفترة، لأن فرنسا ربما عدت حتى المدارس التي لم تمنح لها رخص. يعني البشير إبراهيم يقول في سنة 1951 أن الجمعية كان عندها 125 مدرسة معتمدة من طرف أو لديها ترخيص من السلطات الفرنسية، ربما هذا أقرب إلى الصحة. أيضا أسست مدارس على مستوى عالي في تلمسان سنة 1937، معهد عبد الحميد بن باديس سنة 1947، وكانت هذه المعاهد تقدم تعليما نوعا ما أعلى من المدارس السابقة. وكان يدرس كما قلت في هذه المدارس خاصة اللغة العربية والقرآن الكريم والتاريخ وبعض المجال التاريخي واللغة. كان يعلم الصغار في هذه المدارس. أما فيما يتعلق بالكبار فقد تكثرت المساجد لهذا الأمر، وكان ما يسمى بالتعليم المسجدي كان في أغلب الأحيان موجه لطبقة الكبار، حتى النوادي قامت بهذا الدور التعليمي، إلقاء دروس ومحاضرات تعليمية في هذه النوادي. وبالتالي تضافرت الجهود باستعمال كل الوسائل، المدارس والنوادي والمساجد من أجل تعليم الجزائر، لأن الجزائريين في العهد الفرنسي في أحسن الأحوال حتى بعد الإصلاحات الفرنسية بعد الحرب العالمية الثانية التي سمحت للجزائريين بدخول التعليم، لم تصل نسبة الجزائريين الذين كانوا يدخلون إلى المدارس الفرنسية نسبة 5%. وبالتالي كان الجهل، رغم أن فرنسا تدعي أن الجزائريين رفضوا الدخول إلى هذه المدارس، لكن كانت هناك محبطات لم تجعل الجزائريين يتجهون إلى هذا التعليم. وبالتالي هذه الجهود التي قامت بها جمعية العلماء المسلمين وهي محاولة تعليم 95% من الجزائريين الذين لم يكن لهم حظ التعليم الفرنسي مجهودات كبيرة جدا، ربما لا نراها الآن بهذا الحجم، لكن في وقتها كانت مجهودات جبارة تكثرت بها جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. لم يقتصر التعليم على الأطفال الذكور والكبار، لكن أيضا اهتمت الجمعية بتعليم البنات. وعبد الحميد بن باديس يقول إن البيت هو المدرسة الأولى والمصنع الأصلي لتكوين الرجال، وتدين الأم هو أساس حفظ الدين والخلق، والضعف الذي نجده من ناحيتهما في رجالنا معظمه نشأ من عدم التربية الإسلامية في الوجود بسبب جهل الأمهات وقلة تدينهن. لذلك ركز على تعليم الفتيات، ومن التحفيزات التي أعطاها في هذا المجال هي أن الفتيات يتعلمن مجانا، سواء كن قادرات على دفع رسوم التعليم أم لم يكن لهن أو لم تكن قادرات على ذلك، في حين كان الأولاد يدفعون لمن كان قادرا، لمن لم يكن
وهل تعليم البنات مجانا كان أيضا من أجل تحفيز أوليائهم على دفع بناتهن من أجل التعليم، وقد خصص لهن يوما مخصصا أو حصصا خاصة حتى يكون هناك اختلاط بين الفتيات والفتيان. ذهب عبد الحميد بن باديس بعيدا لأنه وجد رسالة سنة 1936 بعثها إلى جمعية أو رئيسة جمعية لوحة الأدب بدمشق. كانت هذه رئيسة جمعية لوحة الأدب بدمشق قد أنشأت جمعية تعلم البنات التعليم والصناعة، وراسلها عبد الحميد بن باديس ومن رسالة بخط يده، راسل رئيسة هذه الجمعية من أجل أن تستقبل فتيات جزائريات من الجمعية لدراسة دمشق. وهذا يبين بأن ابن باديس كان متفتحا على تعليم البنات، وكان يرى تعليم الفتيات من الواجبات خاصة في مجال الدين. أيضا هذا التعليم أو نشاط التعليمي لم يقتصر على الجزائر، امتد حتى إلى فرنسا. لما زار عبد الحميد بن باديس باريس سنة 1933 بعد انعقاد المؤتمر الإسلامي، وذهب مع وفد الذي ذهب بمطار المؤتمر إلى باريس، احتك بالجزائريين هناك ورأى بأنهم يحتاجون إلى التعليم، وأنهم لا يعرفون اللغة العربية، وحتى أن تعليمهم الديني ضعيف ويحتاجون إلى من يتكفل به. لذلك أوفد لما رجع مباشرة في جوية أوفد الفضيل الورتلاني إلى فرنسا، وهذا الفضيل الورتلاني قام بمجهودات جبارة، أسس ما يسمى بنوادي التحديد في فرنسا، يقال أنه حوالي 15 ناديا فقط في باريس، ثم أسس أيضا نوادي في مختلف نواحي فرنسا، وقام بجهود جبارة من أجل تعليم الجزائريين في فرنسا. أيضا اهتمت الجمعية بالإضافة إلى التعليم حتى لا نطيل التعليم بالجانب الصحفي، وإن كان الجانب الصحفي أيضا لديه انعكاس على الجانب التعليم. والجمعية رأت أن الصحافة ذهبوا كثير في التوعية وفي الإصلاح وفي التعليم، لذلك استعملت هذه الوسيلة بقوة. صحيح أن جريدة الشهاب التي أسسها عبد الحميد بن باديس سنة 1925 ظلت هي لسان علماء الإصلاح، لكن الجمعية أسست جرائد تنطق بلسانها، لسان جمعية علماء المسلمين الجزائرية. كان في الموازاة جرائد الإصلاح إلى جانب الجرائد الناطقة باسم جمعية علماء المسلمين الجزائرية. وأول جريدة أسستها الجمعية هي السنة النبوية المحمدية في سنة 1933، وكان رئيس تحريرها الطيب البعث. ثم أوقفتها السلطات الفرنسية في جويليا، ظهرت في أبريل وأوقفتها في جويليا. مباشرة في أوت في جويليا أيضا أسست الجمعية جريدة الشريعة النبوية المحمدية حتى يستمر العمل الصحفي. وعاشت شهرين في وجود وأوقفتها السلطات الفرنسية، وكان رئيس تحريرها أيضا الطيب البعث. في سبتمبر مباشرة 1933 أسست أو نشرت الصراط السوي، وأيضا كان رئيس تحريرها الطيب البعث. وامتدت هذه الصراط السوي إلى جانفي 1934، ثم توقفت في جانفي 1934، وبقيت الجمعية بدون جريدة ناطقة باسمها إلى ديسمبر 1935. في هذا الوقت أسست جريدة البصائر، والبصائر استمرت في الصدور سنة 1939، ثم بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية توقفت، ثم ظهرت من جديد سنة 1947 واستمرت إلى سنة 1956. ولعبت الصحافة الإصلاحية صحف الجمعية دورا كبيرا في الجانب التوعوي والجانب الإصلاحي، ولم تهتم بإصلاح المجتمع الجزائري فقط، وإنما أيضا كانت تعالج قضايا الأمة ككل. قضية فلسطين كانت حاضرة، والذي تصفح البصائر أن قضية فلسطين كانت حاضرة بقوة في مقالات وتحليلات جريدة البصائر.
قضايا المغرب العربي أيضا كانت حاضرة في دلائل جمعية العلماء المسلمين الجزائرية. هناك دليل أخرى تؤسس الجمعية لكن أسسها بعض الشباب من الجمعية تم الجحيم، تأسست في سنة 1933 وكانت للرد على جريدة المعيار التي أسسها علماء السنة أو سنأتي إليها، ونفع طويلا ظهر منها بعض الأعداد ووقفتها السلطات الفرنسية. سنأتي إلى الجحيم بعد ذلك عندما نتحدث عن المعيار. اهتمت الجمعية أيضا بكل فئات المجتمع الجزائري، اهتمت بالفتيات، اهتمت بالشيوخ، اهتمت بالشباب. ما يتعلق بالشباب رغم أنها لم تؤسس كثير من الجمعيات الشبانية إلا أنها حاولت تأطير هذه الجمعيات الشبانية. مثلا جمعية طلبة شمال إفريقيا التي تأسست في فرنسا، كان هناك جمعيتين، جمعية طلبة شمال إفريقيا في جامعة الجزائر، كان هناك جمعية طلبة شمال إفريقيا في فرنسا، والتي كانت في فرنسا كان عندها بعد مغاربي لأنها كانت تجمع طلبة تونس والجزائر والمغرب. تأسست سنة 1927 وكان هدفها الحصول على بعض الإصلاحات للطلبة وأيضا لسكان المغرب العربي. دأبت هذه الجمعية على عقد مؤتمر سنوي في بتناوب، مرة في تونس ومرة في الجزائر ومرة في المغرب الأقصى. وعقدت أول مؤتمر سنة 1931 في تونس، لكن يهمنا مؤتمرين عقدتهم الجزائر في الفترة التي عاشتها. المؤتمر الثاني 1932 والمؤتمر الخامس سنة 1936. الأول عقد بالعاصمة والثاني عقد في تلمسان. الأول عقد بنادي الترقي، وهذا يبين أن الجمعية حاولت أن تستقطب هذه الفئة الشبانية التي تدرس في فرنسا، وخطب فيهم الطيب العقدي وأبرز دور الإصلاح ودور الجمعيات الشبانية في النهوض بعملية الإصلاح. والمؤتمر الثاني عقد في تلمسان وكان بشير إبراهيم في تلمسان، وأيضا هو خطب في هذا التجمع وبين ضرورة تأطير الشباب وأن ينبغي الشباب إلى التكفل بالإصلاح في البلاد. وما يبين صدى هذين المؤتمرين أن السلطان الفرنسي احتجت بأن المداخلات كانت باللغة العربية رغم حضور مدعوين من السلطات الفرنسية، وهذا بين بأن الجمعية تحاول أن تؤثر على هذه الفئة الشبانية. أيضا اهتمت بالطلبة في تونس، وانتقل البشير إبراهيم شخصيا سنة 1934 إلى تونس وأنشأ وأشرف على تأسيس جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونيين، وحتى تتكفل أو يصبح هؤلاء الطلبة تحت وصاية جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وانتظموا في هيكل لأنهم كانوا يعيشون ظروف حتى مادية صعبة. وقال أحد الطلبة في تونس أننا كنا حوالي 50 طالب، لكن بعد مجيء الحمد لله أصبحنا أكثر من 200 طالب. وهذا يبين جهود الجمعية التي بدأت ترسل أيضا طلابها إلى تونس من أجل مواصلة الدراسة هنا. أيضا في المشرق العربي حاولت الجمعية تأطير الطلبة الجزائريين في المشرق العربي، ويقال أن البشير الإبراهيمي انتقل لما انتقل في 1952 إلى مصر، انتقل من أجل هذا الغرض، من أجل التكفل للطلبة الجزائريين في المشرق العربي ومحاولة إيجاد منح دراسية لهؤلاء الطلبة وتأطير هؤلاء الطلبة. أيضا اهتمت الجمعية بالكشافة الإسلامية الجزائرية، وتأسيس الفوج الأول للكشافة الذي أسسه محمد بوراق سنة 1935 الروايات. يقال أنه تأسس في نادي الترقي وبدعوى من جمعية علماء المسلمين الجزائريين. وفي قصيدة الشيخ ابن وديس يعني نشر أنت رجاؤنا وبك الصباح، يعني هذا يقال أن الرجاء
حتى لما عقد المؤتمر الإسلامي سنة 1936 أسس بعض أعضاء الجمعية ما يسمى بشبيبة المؤتمر الإسلامي سنة 1936. وهذه الشبيبة حتى تقوم بالجانب السياسي، يعني الجمعية هي جمعية دين، حتى يتكفل هؤلاء الشباب بالدفاع عن مطالب المؤتمر الإسلامي. وترأس هذه الجمعية الأمين العمودي وهو كان عضوا من جمعية علماء المسلمين للجزائر. لذلك مجالات الجمعية لم تكن مجالات محصورة في جناح أو في ميدان معين، بل نجد أن الميدان الذي ربما أعلن الجمعية أنها لم تكن طرفا فيه وهو الميدان السياسي ستقتحمه سواء أرادت أو كانت مرغمة. وكثير من النشاطات التي قامت بها الجمعية تبين بأنها انخرطت في الجانب السياسي. وأول احتكاك للجمعية بالجانب السياسي هو المؤتمر الإسلامي الذي عقد سنة 1936. وأيضا هذا المؤتمر الإسلامي الحقيقة كثر الحديث عنه والكتابات فيه، نحاول أن نمر عليه يعني لأننا نريد أن نعطي نظرة عن جمعية علماء المسلمين ونشاطها. لكن الجمعية دخلت إلى هذا المؤتمر الذي شارك فيه النواب يعني يسمونها فيدرالية المنتخبين الجزائريين. النواب الذين انتخبوا كانوا جزائريين وكانوا في المجالس الفرنسية كونوا فيدرالية في قسنطينة وفي الجزائر وفي وهران، ثم أنشأوا فيدرالية وطنية تجمع هذه النخبة التي كانت تطالب بالاندماج وبالحصول على بعض الحقوق من السلطات الفرنسية. وإن كانت مطالبهم نخبوية لكنهم بعد ذلك بعد دخول جمعية علماء المسلمين إلى نشاطهم أصبح لديهم بعد شعبوي نوعا ما. وشارك فيه أيضا الحزب الشيوعي أو الشيوعي، يعني الحزب الشيوعي لا يدل من قد أسس في هذه الفترة. وشاركت الجمعية وعيب على الجمعية فشاركت مع المنتخبين والاندماجيين ومع الشيوعيين وبررت فيها أيضا هذا السلوك. وما قاله ابن باريس قال إذا كان السياسيين مدافع عن مصالحهم والاقتصاديين مدافع عن مصالحهم فما للدين أن يدافع عن مصالحهم في هذا التجمع، وبالتالي لابد أن يكون هناك طرف، وتمثل هذا الطرف في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. مؤتمر يعني هذا المؤتمر تأسس سنة 1936 وذهب وفد إلى باريس منهم عبد الحميد بن باديس لتقديم المطالب، ثم رجع هذا الوفد واستمر المؤتمر لم يكن فقط 36 استمر سنة 1937 حتى سنة 1938 وظل متمسكا بهذه المطالب. وهذه المطالب التي طالبت بها الجمعية في هذا المؤتمر هي فصل الدين عن الدولة وتعليم اللغة العامة، وأكدت على هذه الجانبين. والسبب الذي عقد من أجل هذا المؤتمر أيضا كان هناك ظروف، لأن الجبهة الشعبية في فرنسا انتصرت وسيطرت على الحكم، والجبهة الشعبية هي ائتلاف بين الشيوعيين والاشتراكيين اليسار، وكانت قد وعدت هذه الجبهة في الانتخابات بأنها ستعطي إصلاحات للشعوب المستعمرة. ولذلك رأت هذه الجمعيات وهذه النخب أن هذا الوقت مناسب لأن تطرح مطالبها على هذه الجبهة الشعبية، لكن للأسف لم يتحقق أي شيء من هذه المطالب كما يمكن للباحث أن يقرأ في هذا الموضوع الواسع، موضوع المؤتمر الإسلامي فيه كثير من الكتابات. أيضا كانت هناك تجربة سياسية أو احتكاك سياسي لما فرض على الجمعية بأن تكتب بيان مساندة لفرنسا في الحرب العالمية الثانية. وكانت كل الشخصيات وكل الجمعيات وكل النوادي وكل الأحزاب قد أعلنت بيانات مساندة مثل هي الآن في الوقت الحاضر مساندة. وكان هذه الدعوة مفخخة كما أمر الطيب العقدي، لكن الجمعية رفضت أن تقدم
أو تنشر بيان مساندة لفرنسا في حربها ضد ألمانيا أو في الحرب العالمية الثانية. أيضا شاركت الجمعية في تحرير بيان الشعب الجزائري الذي حرره الاتحاد عرفات سنة 1943، كان طرفا في تحرير هذا البيان. أيضا شاركت في الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحريات واحترامها التي تأسست سنة 1951. رقت حركة الانتصار للحرية الديمقراطية، رقت الاتحاد الديمقراطي البيان الجزائري والحزب الشيوعي. وهذه الجبهة تكونت من أجل الدفاع عن نزاهة الانتخابات، لأن ماجدان هذا الذي جاء سنة 1949 كان مشهور، يعني الآن نقول الطريقة الماجدانية في تزوير الانتخابات، وزور الكثير من الانتخابات. فتكونت هذه الجبهة من أجل احترام حريات الجزائريين في الانتخاب. وكانت هذه المواقف قد أقحمت الجمعية في النشاط السياسي. قلت أنا أن الجمعية في هذا الموضوع في إقحامها في العمل السياسي يقال أن كان إعلان أن الجمعية جمعية دينية هو أيضا تخطيط تكتيكي. وحتى بعض المستشرقين الذين كانوا يعرفون الإسلام كانوا يعرفون أن الإسلام دين وسياسة، وبالتالي ستقحم الجمعية نفسها رغبت أم رفضت نفسها في السياسة، لأن الإسلام لا يفرق بين الدين والسياسة. وربما هذا الذي كان في مخيلة أعضاء جمعية علماء المسلمين الجزائريين. هذا النشاط الكثيف وهذه الأعمال سواء إصلاحية أو سياسية قد أكسبت الجمعية الكثير من الأحداث. دعاوى الإصلاح لأن الحق هذا تجد معارضة، وما ميز الجمعية أنها وجدت معارضة بأبناء جدتها وهم الاستعمار الأخر. وهذا ما يبين أيضا جهود هؤلاء العلماء في مواصلة العمل وفي نقران الذات وفي بذل النفس والوقت والمال حتى ينفعون من أموالهم من أجل إنشاء المشروع الإصلاحي. أول الأعداء كانت طرق الصوفية، ليست كل لكن كثير من الطرق الصوفية وقفت وناصرت العداء لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. وقلنا لما انعقد المؤتمر الأول التأسيس في 1931 جمع الكثير من العلماء منهم علماء الطرق الصوفية والموظفين الرسميين. لكن في السنة الثانية سنة 1932 لما حان وقت تجديد المكتب الإداري حاول علماء الطرق الصوفية وعلماء والموظفين الرسميين السيطرة على المكتب الجمعي. لما فشلوا انشقوا أسسوا جمعية علماء الصوفية، وهذه الجمعيات أسست سنة 1932. ومنذ سنة 1932 أصبحت جمعية علماء المسلمين هي جمعية إصلاحية. تقريبا بداية العمل الإصلاحي بعض يقول أنه يبدأ مع هذه السنة لما انفرد علماء الإصلاح بجمعية علماء المسلمين الجزائريين. وهذه الجمعية علماء السنة كانت بقيادة أو برئاسة عمر إسماعيل، وهذا عمر إسماعيل أيضا كان عضوا في المكتب الإداري للجمعية الأول سنة 1931 كان من الموظفين الإداريين. ثم بعد ذلك انسحب بقية علماء الطرق الصوفية وأسسوا جمعية علماء السنة. وأصدرت هذه الجمعية حتى تحارب جمعية علماء المسلمين الجزائريين وتحارب صحابة جمعية علماء المسلمين ورجال جمعية علماء المسلمين. أصدرت صحيفة إخلاص سنة 1932. ورغم معاداتها للجمعية لكن أسلوبها لم يكن جارحا وظلت تحارب الجمعية وأعضائها. المقالة الأولى التي تظهر في هذه الجريدة سنة 1932 تقول أن الجزائر كانت هادئة قبل تأسيس جمعية علماء المسلمين، وأن هؤلاء هم الذين أعلنوا وأن نشروا الفوضى في
الجريدة أسستها هذه الجمعية هي جريدة المعيار. هذه جريدة المعيار تأسست أيام بعد تأسيس جريدة الإخوة، يعني كان شعارها إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. كان تقصد بالفجار جمعية علماء المسلمين الجزائريين، والأبرار هم علماء جمعية علماء السنة. والذي يتصفح هذه الجريدة يقال أنه لم يستفيد شيئا، لأنها كانت مجرد سب وشتم وتنازل بالألقاب، وكانت تستعمل عبارات جارحة ضد الجمعية وضد رجالاتها. وممن يعود إلى بعض الكتابات بعض الألقاب التي كانت تقصد بها رجالات الجمعية يعني جارحة. لذلك بعض علماء الطرق المعتدلين وبعض الموظفين الرسميين رأوا أن توقف هذه الجريدة، وتوقفت سنة 1933 جوان في محاولة لتهدئة الجو بين علماء الجهاد. لكن بعض الطرق الصوفية كانت إما مسالمة أو بعضها انضم إلى جمعية علماء المسلمين. الطريقة القادرية في الواد كانت من رواد الإصلاح في الجزائر، وكانت تعمل بالتنسيق مع جمعية العلماء المسلمين الجزائر. بعض الكتابات الحديثة تقول أن الجمعية استهدفت الطريقة العلوية بالذات تقريبا، هذه مقاطع المستغرب يعني بالذات، لأنها كانت هذه هي التي خالفت وأسست الصحف لمهاجمة الجمعية ورجالها. بن جلول الذي يعتبر من المثقفين الإنجليزيين وكان من أعضاء النخبة، وكان ترأس المؤتمر الإسلامي، وعبد الحميد الوزير هو الذي قدمه ليترأس المؤتمر الإسلامي. سينقلب عن الجمعية بعد المؤتمر مباشرة بعد الرجوع من التاريخ، وسينضم إلى جمعية علماء السنة، وسيقيم حفلة كبيرة في قسنطينة على شرف علماء السنة. وأيضا بعدما كان مهاجما للجمعية أصبح هو أيضا من معارضي ومن محاربي الجمعية. أيضا نشاطها سبب لها نوع من الجدال مع نجم شمال افريقيا وحزب الشعب الجزائري. النجم تأسس فرنسا سنة 1920 وظل هناك تقريبا حتى سنة 1936. لكن لما ذهب عبد الحميد بن باديس إلى باريس مع وفد المؤتمر سنة 1936 التقى مع انصاري الحاج، وانصاري الحاج أجاز مطالب الجمعية، لكن أعاد على الجمعية أن تتحالف مع الشيوعيين ومع الاندماج، وأراد أن ينهي عن هذا العمل مع هذه الجماعة، لكنه لم يوفق في ذلك. ثم انتقله أيضا وانتقل تحالف العلماء مع الشيوعيين. عبد الحميد بن باديس يقول في هذا الأمر التحالف مع النواب ومع الاندماجيين ومع الشيوعيين، يقول بأننا نستغل كل الفرص، وهؤلاء النواب كانوا ممثلين في المجالس الفرنسية، وعن طريقهم يمكن أن نوصل صوت الشعب إلى السلطات الفرنسية. الحزب الشيوعي تحالف مع مقاطعة 1936 لأن الجبهة الشعبية كانت قد انتصرت في فرنسا، وكان الحزب الشيوعي جزء من هذه الجبهة الشعبية. لذلك التحالف مع الحزب الشيوعي كان قد يجي، لأن الحزب الشيوعي هو الآن في السلطة، ويمكن عن طريقه أن تحصل أو يحصل الجزائريين على بعض المقاطع. ويقول ابن باديس في هذه النقطة بالذات: تستطيع الظروف تكييفنا ولا تستطيع بإذن الله إكتافنا. يعني يبين بأن الظروف يمكن أن تدعنا وتجعلنا نتحالف مع من لا نتوافق مع مثله، لكن لا تكييفنا هذه الظروف. هذه كلمة قالها ابن باديس في هذا الموضوع. طبعا أيضا كان هناك أعداء للفرنسيين، خاصة البعثات التكفير التي وقفت ضد جمعية العلماء المسلمين وضد نشاطها الإصلاحي، خاصة في المجال التعليمي، في المجال
إنتاج الدين. وهذا الطبيعة تعلم يعني واضح لا يحتاج إلى تفسير. لكن السلطات الفرنسية أيضا استهدفت الجمعية بكثير من القرارات وبكثير من الأحداث. قرار ميشيل الذي صدر في 16 فبراير 1933 كان لا يسمح للعلماء الإصلاح في التدريس، أو لا يسمح بالتدريس في المساجد الحكومية إلا للموظفين الرسميين أو بترخيص من السلطات. بالتالي هو منع للعلماء الأحرار وغير الموظفين وهم علماء الإصلاح بأن يدرسوا في المساجد. وهذا الأمر جعل العلماء يحتجون ويتجهون بالوفود إلى الجزائر حتى إلى فرنسا، ولم تجبهم فرنسا إجابة دقيقة، وإنما ألمحت لهم إن أرادوا الوعظ في المساجد عليهم أن يبنوا مساجد خاصة به. ومن هذا التاريخ بدأ الجمعية أيضا في بناء المساجد الخاصة بها. أيضا هذا القرار المشار كان يقضي بعدم فتح المدارس إلا بترخيص. قبل هذا التاريخ كانت الجمعية يمكن أن تفتح مدارس شروطها، لكن هذا القرار جاء يجبر الجمعية على ضرورة الحصول على رخصة من أجل إنشاء المدارس وفق دخل شروط معينة ومواصفات معينة. وكان هذا الأمر تعجيزي، لأن المواصفات التي طلبت من الجمعية في مدارسها بعض الخارجين يقولون أنها لم تكن موجودة حتى في مدارس فارس. كان هذا الأمر تقريبا تعجيزي بالنسبة للجمعية حتى تحد من نشاطها التعليمي. أيضا قرار ريدي الذي صدر سنة 1935 يقضي بتضييق على الصحافة العامة. هذا ريدي كان وزير للتكنولوجيا وزارة الوزارة في مارس 1935، والتقى مع محمد البديس في القسنطينة، والتقى مع الطيب العقدي في العاصمة. وهذه اللقاءين بعض المؤرخين يقولون بأنهم يبينان ما كانت الدولة، ما كانت الجمعية لم تستقبل وزير الداخلية شخصيات من جميع العلماء المسلمين، لكنه لما عاد إلى فرنسا ورغم أنه طبعا مع محمد البديس والطيب العقدي بأن نشاط الجمعية نشاط غير مشكور إلى آخره، لكنه أصدر قرارا يضيق على الصحافة العربية بصفة عامة. كانت الجمعية مستهدفة في هذا القرار. حتى هذا القرار أيضا اتهمت الجمعية في حوادث قسنطينة سنة 1944، حوادث التي جرت بين اليهود وبين المسلمين في قسنطينة ومشادات وقتل حتى في هذه الحوادث. اتهمت الجمعية بأنها طرفا في هذه الأحداث. فرنسا كانت متعمدة على اسم الجمعية في هذه القضية حتى تؤثر عليها وعلى مكانها. قانون فبراير 1938 خاص بالنوادي، والجمعية استعملت النوادي كميدان للتعليم وللوعظ وللإرشاد. وتسيير هذه النوادي كان يأتي عن طريق بعض الاشتراكات، وكان أيضا يأتي عن طريق ما تبيع هذه النوادي هم سلطات مرتدين. وجاء قانون فبراير 1938 ليجبر النوادي على تقديم النوادي التي تبيع المشروبات على طلب رخصة من أجل بيع المشروبات. ورأى الجمعية أن هذا تضييق على النوادي التابعة للجمعية، وليس تضييقا ماديا فقط، وإنما سيجعل النوادي تحت المراقبة. يمكن للبوليس الفرنسي في أي وقت أن يدخل للنادي ويتأكد هل هذا النادي لديه رخصة لبيع المشروبات أم لا. وهو أيضا حظر على حريات علماء الإصلاح في هذا الميدان. أيضا صعدت الرجالات الجمعية ضيق على عبد الحميد بن وديس سنة 1938 بعد رفضه تأييد فرنسا في الحرب العالمية الثانية. تقريبا من هذه الحادثة لم يظهر حتى توفي سنة 1940. وحتى بعض الإشارات تقول أنه ربما قد يكون
إبراهيم سنة 1940 حتى سنة 1943، وسجن أيضا بعد حوادث اليمن 1945. الأمين العمودي أيضا وضعت الإقامة الجمهورية. كثير من رجالات الجمعية ورجالات الإصلاح تعرضوا للاضطهاد من طرف السلطات الفرنسية. قضية أيضا أخرى أثارت هزة في الجمعية، كانت فرنسا تستهدف من وراء الجمعية، هي قضية طيب العقبي سنة 1936. وفي سنة 1936 طيب العقبي هذا كان من الرجال العظماء ورجل قوي في جمعية علماء المسلمين الجزائريين، وكان استهدافه متعمدا حتى تؤثر فرنسا على جمعية علماء المسلمين الجزائر. في سنة 1936 اتهمته بمقتل المفتي كحول محمود الغزالي الذي كان مفتي بالجزائر، كان رافضا لمؤتمر الإسلام. وفي سنة 1936 قتل، اتهم السلطات الفرنسية طيب العقبي بمقتله. وهذا الأمر زعزع نوعا ما جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. سجن طيب العقبي فترة في موضع الإقامة الدولية، وهذا الحادث أيضا جعل الجمهور ينسحب من المؤتمر الإسلامي، لأنه أيضا انحاز للرواية الفرنسية التي تتهم طيب العقبي في مقتل المفتي كحول. هذه القضية أثرت كثيرا، لأن طيب العقبي اتهم الجمعية بأنها تخلت عنه وعن مساندته رغم أنها بذلت كل ما تستطيع من أجل تبرئة ساحة الطيب العقبي. جاءت سنة 1938 وطلبت كما قلت السابق فرنسا من الجمعية أن تنشر بيان سنة، ولم تطلب من الجمعية التي طلبت من طيب العقبي الذي كان لا تحت الإقامة الدولية ولم يحاكم محاكمة نهائية، طلبت منه أن يحصل على هذا البيان مقابل ربما التبرئات. وهو توجه إلى مكتب الجمعية، توجه إلى عبد الحميد البوديس، فرفض عبد الحميد البوديس وقال أن هذا الأمر يحصل فيه المجلس الإداري. ولما جمع المجلس الإداري رفض بالإجماع مساندة فرنسا. ما قال عبد الحميد البوديس في هذه الحادثة لو صوت المجلس على تأييد فرنسا لاستقلت من هذا المجلس. كان عبد الحميد البوديس مع عدد تأييد الجمعية لفرنسا في الحرب العالمية الثانية. وهذه الحادثة أيضا زادت الشرخ بين طيب العقبي وبين الجمعية، واستقال من مجلسها الإداري في هذه الحادثة رغم أنه ظل عضوا في جمعية علماء المسلمين الجزائريين. على كل حال هذا ليس غريبا على فرنسا، لأنها لا تريد الخير للشعب، والعقل والمنطق يقول بأن فرنسا ستحارب هذه الجمعية وتبذل كل ما تستطيع من أجل إيقاف نشاطات هذه الجمعية. استسمحكم إن أطلت عليكم، لكن التاريخ عبر ودروس، وربما المتصفح في مجتمعنا ربما ما زال هذا المجتمع بحاجة إلى مثل هذه الجمعية. هذه الجمعية التي لامست كل أنحاء وأماكن الخلل في المجتمع الجزائري، ولامست كل أطياف المجتمع الجزائري، وجدناها في التعليم، وجدناها في الرجال وفي البنات وجمعيات الشبانية والاستكشاف والاكتشاف، وفي ظروف ليست كظروف الحالية لأنها